بس مباشر جديد من داخل حديقة ابن سندر، وليلة رمضانية جميلة واحتفالية رمضانية جميلة مع الهواة، مع هواة طيور الزينة ومع حضراتكم. بسم الله ما شاء الله، نسبة حضور عالية جدا جدا. هدايا قدامها دقيقتين وهتبدأ، هدايا ومسابقة وفعاليات واحتفالية وأيام جميلة وتصوير مع ببغاوات، وزي ما انت شايف الاجواء عامله ازاي والحلاوه عامله ازاي من داخل ارض ابن سندر، من داخل حديقه ابن سندر، داخل معرض ابن سندر. بسم الله ما شاء الله. انا حاسس ان احنا النهارده يوم عيد، النهارده احتفاليه رمضانيه ملهاش حل، ملهاش حل. احتفاليه رمضانيه جميله جدا جدا جدا. بسم الله ما شاء الله. ايه يا جدعان الجمال والحلاوه اللي احنا فيها دي؟ ايه السعاده اللي احنا فيها دي، وايه العيد اللي احنا فيه ده؟ النهارده يوم عيد، في كل حته تمشي ناس سعيده وناس مبسوطه واحتفاليه جميله جدا. عامل ايه يا كبير؟ منور الدنيا كلها، الناس كلها الله يخليك، الناس كلها جايه مبسوطه اهو. بص السعاده، بص الفرحه على وشوش الناس. بسم الله ما شاء الله. ايه رايك في اليوم؟ الدنيا جميله، الله يخليك الله يخليك. فين وريني كده اخدتي ايه؟ بص الفانوس الجميل ده، بص الفانوس الجميل ده، بص بسم الله ما شاء الله. كل سنه وانت طيبه. طبعا احنا ما ننساش انور اصغر هوا، لازم طبعا. احنا وزعنا بس حاجه بسيطه كده على الاطفال، ولكن لسه الهدايا بتاعتنا ما توزعتش ولسه السحب ما اتعملش. بسم الله ما شاء الله. الناس بص فرحانه ازاي، الناس جميله. بص صالح، بص كل ما افتح بس مباشر الاقيه قدامي طالع جاي بثلاث وشوش النهارده. حبيبي يا صالح منور الدنيا. بص العقاب بايديني لوحدي. عامل ايه يا كبير؟ بص التصوير وبص العقاب. بص يا غالي السيشن اللي انت شايفه ده يا باشا فري النهارده. صالح عامل ايه؟ اي حد عايز يتصور بالعقاب بيتصور، في تعابين وفي تماسيح والدنيا. بص اللي عايز يتصور بحاجه يتصور. كان في حاجه هنا؟ في تماسيح بس فين؟ بتصور مع الناس. فين؟ اهو بص. خايفه وانت ماسكاه كده؟ طيب ماشي مش خايفه، تمام. الناس كلها مبسوطه يا جماعه، تعابين وتماسيح وعقاب. وبص الفرحه. الناس اللي معانا في اللايف تقول لي الصوت حلو ولا لا يا شباب؟ الناس اللي معانا قول لي الصوت حلو ولا لا؟ اديني اي تعليق كده عشان اعرف. ده اللي احنا كنا بنقوله، دي الفرحه اللي احنا كنا منتظرينها، هو ده اللي احنا كنا بنقول عليه. بص الناس شايف والله من كل محافظات مصر النهارده ما شاء الله، كل الناس مبسوطه. استاذنا الكبير، استاذي الغالي، استاذ انت على المباشر اهو، منور الدنيا. كل سنه وانت يا ابو عمر، ده انت منور الدنيا والله. استنى كده نعمل الكاميرا كده. حبيب قلبي كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت طيب، رمضان كريم. الله يخليك. يعني انت شفت اللايف اتحمست. الله يخليك الله يخليك الله يبارك لك. هجيب لك حاضر، هخلص البث واجي. الله يخليك يا استاذ. الناس زي ما انت شايف كده مبسوطه. بص الجمال، هي دي الاحتفاليه الرمضانيه اللي احنا قلنا عليها، هي دي فرحه الهواة اللي احنا قلنا عليها، هي دي السعاده. وهو ده اللي احنا كنا بنقول عليه لما قلنا عايزين نفرح الناس. هو ده اللي احنا كنا عايزينه، كناش عايزين حاجه تاني. لما قلنا هنجيب هدايا جايبينها علشان حضراتكم اهي. بص كده. واحنا على البث المباشر طبعا الدكتور محمد خالد معانا لجنه تحكيم، بنحكم اجمل عصفور. صورنا العصافير واوريها لك تاني دلوقتي. استاذ احمد ابو ياسين معاه. مستوى الطيور ايه يا كبير؟ والله عايز اقول لحضرتك ان احنا فعلا اتفاجئنا، في ناس مقدمه بطيور محترمه جدا جدا، على الرغم ان احنا كنا بنستهدف في المسابقه دي ان احنا نخلي ناس مبتدئه تقدم معانا وتشارك في المعارض وننشر الوعي بتاع المعارض بين الساده اللواء. بس في ناس مقدمه بطيور كويسه جدا، يعني في مستويات كويسه. وعلى الرغم ان في مستويات كويسه في برضه مستويات مش كويسه، وانا حابب ان دي تبقى نقطه تحول، الناس تعرف ازاي تقدم المعارض، ان بيبقى ليها تجهيزات كتير، وتجهيزات الطير تجهيزات مهمه وبسيطه بس بتفرق جامد جدا. فباذن الله يبقى في استفاده بعد المعرض. طبعا هيكون في محاضره مع دكتور محمد خالد يا جماعه، هنتعلم فن التحكيم وايه الاسس اللي بنلجا لها في تحكيم العصفور، عشان التحكيمات والمسابقات الدوليه يبقى عندك بعد كده خلفيه عن الطير وازاي تقدر تقدم في الطير. دي ترابيزه المفاجآت والهدايا زي ما قلنا.
اهي الكراتين دي كلها مليانه هدايا، كل دي هدايا. القفص الجميل التحفه ده هديه هيتوزع النهارده، كل الهدايا هتتوزع عن طريق السحب. في عصافير هديه، في شيالات هديه، دي الطيور اللي شاركت في المسابقه معانا النهارده. بص بسم الله ما شاء الله، بص عصافير قد ايه، بص المستويات، كل دي عصافير دخلت معانا في المسابقه النهارده. الناس كلها بتفرح، ابن سندر بتفرح بيكم. هي دي الاحتفاليه الرمضانيه اللي احنا قلنا عليها يا ريس. شكرا يا ريس، شكرا جدا. مبسوط على الاستقبال وكل حاجه حلوه. الله يخليك ويوم سعيد بيكم، وانتوا اللي جيتوا فرحتونا وانتوا اللي اسعدتونا. الله يخليك يا استاذ علي، الله يخليك. نورتنا يا استاذ رمان والله، ويوم جميل والله. الناس كلها ما شاء الله مبسوطه وفرحانه زي الفل. الله يخليك، اليوم جميل بيكم وانتوا اللي جيتوا ونورتونا والله. متشكرين ليك يا غالي، الله يخليك. هي دي يا جماعه الاحتفاليه اللي قلنا عليها لما بنقول احتفاليه رمضانيه. رومان اهو، ايه رايك في اليوم يا كبير؟ اليوم حلو بغض النظر عن الفانوس. طب انت مش خدت فانوس؟ لا طب انا بتحداك على اللايف، عليه ما اديتوليش. بتحداك على اللايف تطلع الفانوس اهو على اللايف، اتحداك تطلع الفانوس اهو. انت حاطط له عصفور عشان انور له اهو 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 اهو، وقف في طابور الاطفال عشان ياخد فانوس. حبيبي يا رومي، ماشي. ايه يا غالي، عامل ايه؟ قول لي رايك في اليوم النهارده. صراحه اليوم حلو وجميل وفي ناس هنا حلوه، كله خير. كله تمام؟ ماشي يا غالي، حبيبي يا كبير. نعم حاضر، هديلك زي ما احنا قلنا يا جماعه. كل الناس فرحت بسم الله ما شاء الله، في كل مكان هتمشي هتلاقي فرحه وهتلاقي سعاده وهتلاقي ناس مبسوطه، وهي دي الاحتفاليه اللي احنا قلنا عليها. بصي الاجواء، بصي الزينه، بصي الاضاءه، بصي الناس مبسوطه ازاي اهو. مبسوط ولا مش مبسوط؟ لا انا زعلان عشان انا ما خدتش هديه. صالح زعلان ما خدتش هديه. ما خدش هديه، خد بتاع 40 هديه ولسه ما حسبهمش. لسه مستنيين الرقم. ماشي حبيبي يا صالح. تمام يا جماعه، انتظرونا في بث مباشر جديد من داخل معرض ابن سندر، واحنا بقى بنوزع الهدايا على حضراتكم. طبعا معانا بيبو اللي جه ومنورنا النهارده، راجل جاي وشايل بص شوالات هدايا جايبها لحضراتكم وجايبها للناس في ابن سندر. الله يخليك يا بيبو. بيبو جه بيدينا تحيه من اسكندريه ومن اهل اسكندريه. كل الناس اللي جت جايه عايزه تفرح الناس. انتظرونا في بث مباشر جديد.